عارفين الرافاييلو بقت بكام دلوقتي؟ بلاش تعرفوا أحسن. تعالوا نعملها في البيت وتعمل كمية كتيرة وبسعر أقل أكيد. هنحط كوبايتين جوز هند، كوبايتين وربع، وكمان هنزود عليهم دلوقتي نحط الحليب المكثف المحلى. هي ب3 مكونات بس ومفيش أكتر من كده. هنحط الحليب المكثف المحلى علبة ونقلبهم كلهم مع بعض بالمعلقة كده لحد لما تلم معايا كويس قوي. أهم حاجة نقلبها كويس وتختلط كده مع بعضها بالشكل ده، ولما تختلط كويس قوي هنعجنها بإيدينا كمان كويس جدا عشان عايزاها تلم معايا قوي، عشان لما أعملها كور تبقى متماسكة وتبقى شكلها مظبوط. هعجنها كويس قوي كده لحد لما تلم معايا، وبعد كده دلوقتي هشكلها، بس أهم حاجة تبقى متماسكة بالشكل ده. ليها طرق كتير بس دي أبسط وأسرع وأسهل طريقة وكمان أكتر طريقة مش مكلفة. هنجيب لوز أنا حمصته في الطاسة من غير أي حاجة خالص بالشكل ده. دلوقتي بقى هكورها، هعملها كور صغيرة زي الرافايلو بالظبط، تقدروا تعملوها أكبر أصغر زي ما انتوا عايزين. أنا حابة أعملها بالشكل ده الحجم ده، وطبعا لو عايزين توزنوها اوزنوها عشان يبقوا كلهم قد بعض. هخرمها بالشكل ده واحط فيها لوزاية وارجع تاني اعجنها، اقفل عليها كويس قوي كده الاول وبعد كده اعجنها تاني، وافضل اعجنها اكورها كده لحد لما تلم معايا وتبقى شكلها مظبوط ومتماسك، ميبقاش فيها اي شكل كده مش متناسق يعني. بس كده، شايفين مفيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده. بس كده نحطها بقى، ممكن تحطوها في ورق البليسيه اللي هو الورق اللي هو بتاع الكب كيك الصغير. انا ما كانش عندي فعملتها كده في العلبة دي، وبعد كده احطها في جوز هند تاني، اعمل عليها كوت كده طبقة من فوق تغطيها زي الرافايلو بالظبط. واهم حاجة يعني ايه، انفضها كويس قوي خالص من عليها علشان لما يجي اي حد ياكل منها ما تقعدش تقع منه. بس كده بمنتهى البساطة. وبعد كده هخلصهم كلهم واحطهم بقى واقدمهم وتاكلوها في وقتها، على فكرة مش لازم تخش التلاجة. لو عايزين طبعا تدخلوها التلاجة شوية عادي، ممكن تدخلوها تتماسك شوية، بس هي مش محتاجة خالص وتبقى شكلها حلو قوي كده. لو في الحر اكيد الجو دلوقتي حلو، لو في الحر دخلوها التلاجة اضمن. بس هتبقى شكلها يتعاكس من حلاوتها كده مع كوباية قهوة. مش قادرة اقولكوا تجنن ازاي، وشكلها قيم جدا ولأي ضيوف عندكوا هتعجبهم جدا، خصوصا كل عشاق الرافاييلو. بصوا بقى طعمها يجنن، واللوزة المحمصة طعمها خطير. بصراحة مش نسخة من الرافاييلو الأصلية أكيد، لأن فيها ترافل الرافاييلو وبيبقى فيها زي كراست كده. دي النسخة الشبيهة ليها، بس طعمها شبيه جدا ليها وتعجبكم أوي. يلا جربوها بألف هنا.